مساء الفل يا جماعه، مساء الحلويات على احلى ناس. انا بيكم فيديو جديد مع محمد تهامي قناه تهامي ديزاينز. النهارده موضوعنا موضوع شيق وعرضي جدا. جايين نتكلم على احدى المشاريع بتاعتنا اللي بدانا نعدل فيها وابتدينا نعمل حبه افكار وديكورات اللي جينا نتكلم عنها. طيب اول حاجه بدانا ايه؟ وتيجي تقول لي كده على السريع في الكليتش كده ايه الحاجات اللي احنا بدانا بيها؟ ابتدينا نعمل ايديت معماري. الانترنس بتاعتي من هنا لو انت شفت من بره كده سريعا، خدت الحته دي، يعني انا خدت الحته دي معايا اهو بالنسبه لي. ورقم واحد الباب اهو، انا كان ده الباب بتاعي، فانا ايه ده باب حديد. خدنا الانترنس بتاعنا، عملنا التجاليد وعملنا الشكل بتاعنا وعملنا الباب الشيك الجميل ده وقفلنا على نفسينا كده. يعني انت رقم واحد باب اهو، فوسعنا الاريا. الشقه دي دور ارضي، خدنا الاريا وابتدينا نعمل باب الشقه التفصيله اللي انت شايفها الجميله دي، وابتدينا نجلد الحجر. الحجر ليه طابع مميز ورونق عالي جدا في الديكوريشنز بتاعتنا، وبيديك ستايل سموث كده، تحس ان انت في لبنان، في ايطاليا، جو حلو يعني. والجانب المصري طبعا لا يغنى عليه، فبيديك حبه ديكورات وافكار وحبه تريكات حلوه. ليه؟ بيديك روح. هنا المنطقه بتاعتنا من ضمن يعني الاختيارات بتاعتنا اخترنا البلاطه السيمبل الساده اللي ما فيهاش اي مشاكل، وابتدينا نعمل حبه التجاريد السموث لاين دي اللي هي الغير تقليديه. واحده عاليه، واحده عاديه، وهتدينا شكل. وابتدينا يبقى زي ما انتم شايفين كده الحيطه بتاعتنا هنا، ونرد عليها بالشكل التو لاين ده، ونظبط الديكوريشنز بتاعتنا، نظبط الاريا بتاعتنا دي. مع المطبخ ابتدينا ناخد الامريكان بتاعنا شكل الديكوريشنز زي ما انت شايفه كده، وايه نظبط الاكشن بتاعنا ونظبط الحته دي. حبينا نعمل خصوصيه وحبينا نعمل حاجه في الريسبشن بتاعنا. الباب الشيك الضخم ده تقفله كده، انا ما بقتش عارف الشقه بقيتها اخرها فين. مع تفتحه كده تخش بقيه الايه؟ الديكور، وبقى حاجه خصوصيه وشكل جمالي وديكور كده زي ما انت شايفه كده. قفلنا ايه؟ على شكل الديكور بشكل عام. المطبخ الامريكاني او الامريكان كيتشن، ثم القعده بتاعتي بالسيت اب بتاعي التي في هنا، فبقيت قاعده عندي، وعندي هنا سيلبورتيشن ممكن ازوده اكسترنال، يبقى انا عملت قاعده سفره او قاعده وقاعده حسب الديكوريشنز بتاعتك وشكل الديكور رايح منك فين وجاي منين. تعال نخش بقى ونشوف الديكوريشن الخشبي مع البيكتشرز، مع حبه الليد لايتس دي، مع السبوتات، مع حبه الحركات. التكات والحركات دي بتظبط حاجات كتيره قوي. بتظبطها ازاي؟ بتظبط الرونق وتظبط الجمال وتظبط الديكور. زي ما انت شايف الحاجات هنا شكلها، الراجل ده راجل فنان، فاحنا حبينا نعمل له فن. الفن ده ازاي؟ ابتدينا نعمل له الحاجات اللي هي الانجليزي او الستايل بتاع بره، الشادو جاب او اللايتنج في الوول، ان احنا نعمل الاضاءه على الحوائط. عاملين حبه ديكورات سيمبل ما فيهاش لعب كتير زي ما انت شايف المطبخ كده، بس كان في حبه افتكاسات كده ايه وهنشيلها مالناش دعوه بيها. بس فكره ان الخشب سموث لاين مع الكيتشن مع البار بتاعنا، ابقى انا قاعد شايف الديكوريشنز بتاعتي، شكل الديكور بتاع السيراميك اللي هو الرتوش الارض الرتوش ده، حاجه شكلها سيمبل، التكلفه بتاعته مش عاليه قوي بس سموث يعني شكله حلو. تعال نخش ونشوف ايه اللقطه. نلف راوند كده معانا زي ما انت شايف، نلف راوند سريع معانا زي ما انت شايف كده اهو. الديكوريشنز، الحوائط، السقفيه برضه، الثري لاينز دول، مع يعني كان عندي هنا حته السفره، فانا رحت عامل اكسترنال دي كده بلكونه، كسرناها وفتحنا الحته دي وظبطنا الاكسترنال الاريا دي وظبطنا الديكوريشنز وظبطنا الدنيا بتاعتنا وظبطنا الحاجات دي كلها. تعالوا نبص ونشوف برضه. ابتدينا نخش معانا هنا، تعالى نخش على الايه؟ على الحته بتاعت منطقه الغرف، الحته السريه. الحته السريه لما نخش كده هيخش معايا ده شكل الباب. تعالوا نبص على شكل الباب بتاعنا. هو ده شكل الباب 3 ده، كنا عاملين ديزاين كده شفناه والعميل كان محبذه يعني، وابتدينا نعمل السموث لاين ده الخطوط مع الخشبي فتدينا شكل حلو. ثم تعالى نخش هنا الاوضه. اول اوضه اوضه الاطفال، فانا عاملها كسيمبل قوي 2 لاينز يعني الريكتانجل بتاعت اضاءه ليد عاديه، ثم الحوائط هيبقى فيه تجاليد وحبه تاتشات بسيطه مع توزيع السبوت لايت مع شكل الباب زي ما انت شايفه كده البسيط. نرجع ورا كده هندسه نبص عليه. شكل الباب بسيط خالص، ونخش واحنا ماشيين كده نبتدي نعدي على الماستر روم، غرفه العمليات. غرفه العمليات غرفه الاستراحه وغرفه كل حاجه بتفكر فيها وبتنزل دماغك منها. السقف كسبندل مع
بوكسز كده على الاضاءه على التسريحه مع التوزيع بتاعتنا. ظهر السرير الناحيه دي، فانا هبقى هنا مع انا عندي تسريحه وتلفزيون ابقى نايم كده، لو عندي دولاب اقدر احطه في المنطقه دي. عملت زي جناح سيمبل وخاص. تعالى نخش نشوف الحمام. بسيطه كده، عاملين له التجاريد الحجريه شويه، لسه سيمبل ولسه في تقفيل، الاضاءه خارجيه وحاجه سيمبل خالص مع الاضاءات مع تكتشرز كانها حجر، الجو اليوناني ده، الستايل اليوناني. ثم جاي اوريك الحمام بتاع الضيوف بقى. حمام الضيوف هنا ليه لقطه. اللقطه بتاعته ايه؟ حركه بيتشاور. السيراميك ده مش غالي، تكلفته عاديه جدا، الموضوع هادي جدا، ما فيهوش ديكوريشن كتير، سيمبل حاجه تكتشرز لايف كده، حاجه سيمبل قوي. هنا مكان الشاور، مكان الشاور هنا هنا، وهنا الحوض مسالتي القعده بتاعتي. ممكن ما استغلش، احنا عاملينها مصادر زياده بس معايا. ده شكل الحمام بشكل عام. عايز اقول لك بالبلدي ايه، خلي بالك في الديكوريشن لو انت بتسطب اي ديكور وانت بتعمل اي ديكور لشقتك، واهتم بالتفاصيل والتجاريد والديكوريشن. الحاجات دي خلي مهندس يساعدك او اي عميل يساعدك بخبرته القديمه، او مهندس يساعدك عشان يديك الديكوريشن الجديد. والجا لكل جديد عشان دلوقتي ايه تلاقي كل الجديد بتاعك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. السلام عليكم. يا جدعان انتوا تطلعوا في الفيديو ليه يا جدعان؟ عامل لك برومو ايه؟ عامل لك برومو عشان تفتكر ذكريات التشطيب. لسه خلاويص. مظبوط لك فيو يا اسطى، يعمل لك برومو يعني انا غلطان؟ انجازات اعمالك.